سعد لي أوقاتكم بالخير والنور والسرور. جايبت لكم اليوم وصفة الكسكسي باللحمة والخضار باستخدام باكيتات الكسكسي الجاهزة اللي بتتباع بالسوبر ماركتات. تعالوا نشوف مع بعض طريقة التحضير. على نار متوسطة حطيت شوية زيت نباتي بطنجرة الضغط مع حبتين بصل كبار مقطعات، وبس تدبلوا ضفت عليهم معلقة كبيرة من الزنجبيل المبشور الفريش، ممكن تستخدموا المعجون الزنجبيل. بعدين ضفت عليهم 2 كيلو من اللحم المقطع. طبعا أنا كنت غسل اللحمة ومصفيتها وضفتها على البصل وشوحتها شوي على النار. بعدها بحط عليها المي المغلية بغمرها وبشيل عنها الرغوة وبضيف الملح والفلفل الأسود وبضغطها تقريبا نص ساعة. هون معي الخضار اللي استخدمها بيخنة الكسكسي. طبعا خضار مشكلة كلها مغسولة ومقشرة. معي الجزر، القرع الأصفر، البندورة، البطاطا. طبعا كلها بقطعها لقطع كبيرة. هاي شكلها بعد ما قطعتها قطع كبيرة. وهلأ بدي أضيفها على مرقة اللحمة. طبعا بعد ما استوت اللحمة أنا صفيتها وضفت عليها الخضار. بعدين ببهرها بالبهار المشكل. عندي معلقة صغيرة ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وعندي معلقة صغيرة من الكركم، وبحركهم سوا وبعدل الملح. ضفت تقريبا معلقتين صغار من الملح. ومعي هون علبة من الحمص الجاهز المسلوق. راح أصفي الحمص من المي اللي بالعلبة واغسله منيح وأضيفه مع الخضار. ومعي 5 معالق كبيرة من صلصة الطماطم الجاهزة. وأول ما تغلي المرقة بوطي عليها وبغطيها لحد ما تستوي كل الخضار. معي هون كيلو من الكسكس الجاهز. كيلو ما يعادل تقريبا 6 كاسات عيارية. كل 3 كاسات كسكسي بنحتاج 4 كاسات مي مغلية، عليهم معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة كركم وربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. وبنديرهم على الكسكسي. طبعا أنا ضعفت الكمية. وبنحرك كتير منيح حتى الكسكسي يتشرب بالمي، وبنغطيها تقريبا 10 دقايق كاملين. وهيك بعد 10 دقايق أنا بدي أفكفك الكسكسي كله. بعدين أنا ضفت عليهم 4 معالق من زيت الزيتون و4 معالق من الزبدة المسيحة، وبنقلب الكسكسي كله مع بعض بالإيدين شوي شوي. بس كان كسكسي هون ساخن فأنا صرت أقلبه باستخدام الشوكة. بعد هيك بدي أحط الكسكسي بصينية التقديم، وحطيت اللحمة والخضار اليخني حوالين اللحمة وشوي من المرقة. وطبعا لما تقدموا الكسكسي بتقدموه وبتقدموا جنبه اليخني، كل واحد بيحط بصحنه مثل ما بده. وبس هاي كانت وصفتنا لليوم. يا ريت تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب حتى يوصلكم كل جديد.